اليوم راح أعمل معاكم معجنات أو مخبوزات الحجر، يعني الخبز اللي بدنا نخبزه على الحجر، زي خبز الطابون. تعال نشوف مع بعض كيف بدنا نخبز هذا الخبز. قبل بداية الفيديو رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أول إشي حضرت الطحين وبدي أنخله. أول إشي حطيت طحين أبيض، طبعا راح نستخدم كمان طحين قمح. خلينا ننخل الطحين بالأول. هلا بدي أنخل طحين القمح كمان. تقريبا استعملت كاستين طحين أبيض وكاسة طحين قمح. بعد ما نخلت النوعين الطحين، هلا بدي أضيف لهم باقي المكونات. هون أضفت خميرة وسكر وملح. طبعا ضروري الملح الصخري مش الملح العادي الناعم. هلا راح أحرك المكونات مع بعض عشان تتجانس. وراح أضيف لهم الماء الفاتر، مش مي ساخنة، مي فاترة. هلا راح أعجنهم هيك أول إشي بالمعلقة، وبعدين راح أبلش أعجنهم بإيدي. طريقة التعجين تقريبا بس لم، لأنه هو راح تكون هاي العجينة طرية. هاد شكلها بعد ما عجنتها. هلا آخر إشي راح أضيف لها زيت الزيتون وأرجع أعجنها كمان مرة. عجينة سهلة وسريعة ما بتاخد معكم وقت. وراح نغطيها ونتركها تتخمر أو يتضاعف حجمها. هلا هون أنا غطيتها وراح أتركها تقريبا ساعة ل40 دقيقة حسب الجو عندكم بالبيت أو مكان التخمير. هيك عندي خمرت. راح أرش عليها رشة طحين وبلش أقطعها لقطع حجم وسط حسب حجم الرغيف اللي بدكم إياه، حتى فيكم أنتوا كمان تكبروا الحجم. راح أقطعها وأحطها على قماشة للعجين. راح نرجع نغطيها ترتاح عبال ما نسخن الفرن. وهون أنا غطيتها، فردتها على صينية مرشوش عليها طحين. هلا للناس المبتدئة اللي ما بتعرف تفرد على إيدها، أنا بطبيعة الحال بفردها على إيدي. الناس المبتدئة تفردها على صينية بهذا الشكل، أو ممكن هي العجينة كتير سلسة وراح تكون طرية وحلوة في الرق، فبفردها على إيدي بهذا الشكل اللي انتوا شايفينه بالفيديو. ما بتعرفوا تفردوها على إيديكم عادي، بتفردوها على صينية. هلا هون عندي هاي الفرن اللي بدي أخبز عليه. حضرت فيه إحجار وشغلته تقريبا بده 20 دقيقة ل30 دقيقة عشان يحمى. ضروري تكون الإحجار كتير ساخنة. هلا بدي أحضر الزعتر وزيت الزيتون، راح أخلطهم مع بعض للخبزة. عشان أجربها إنها حميت باخد قطعة من العجين وبحطها بالفرن. إذا تحمرت قطعة العجين عندي معناته إنه الفرن حامي. هلا بفتح كمان مرة، عندي قطعة العجين تحمرت. خلص هلا ببلش أحط العجين اللي رقيته. تخمير العجين أو إنه يكون رقيق
حسب ما بدكم، حسب رغبتكم. هلا بعد ما تحمرت إشي بسيط من تحت بضيف لها الزعتر. طبعا ما بضيف الزعتر من البداية لأنه راح ينحرق معي. طريقة سهلة وممتعة في الخبز وبالعجين كمان. هلا بحمرها، إذا شفت هاي الجهة ممكن ألفها وأحمرها. هلا عندي كمان حطيت كمان قطعة ثانية وراح أحط عليها مكونات البيتزا. حطيت الصلصة أول إشي، حطيت المرتديلا أو سلامي، راح أضيف لهم الزيتون كمان على الوجه، والجبنة، جبنة الموزاريلا، بتركها كمان تتحمر نفس القطعة الأولى. طبعا كل شوي بفتح الفرن عشان أشوف إذا تحمرت أو لا. وهيك كان النتيجة عندي، نتيجة الخبز طري وعن جد رهيب، لازم تجربوه. يعطيكم ألف عافية.